قصة هيدا الطفل قصة غريبة. يا ريت تتأملوا بتفاصيلها، ويا ريت بتسمعوا هيدا الفيديو، ولازم تسمعوا هيدا الفيديو. عمر طفل فلسطيني قتلوا العدو منذ ساعات، ومن بعد ما قتلوا لقوا ورقة كاتب عليها وصيته، وحاطط انه عليه دين بحوالي $4، وخايف ما يصله شي وما يوفي الدين. قديه مؤمن، قديه تقي، قديه بيعرف انه لازم الانسان اللي بياخد دين يوفيه، وقديه خايف اذا صار شي ما يقدر يوفي دينه. طفل صغير عم تشوفوا صورته. لكن الجملة الأهم اللي قالها: ما تتركوا قراءة القرآن. هلأ معظمكم حيقول ما كلنا بنقرأ قرآن وكيف ما بدنا نترك. لا، هو قاصد نقرأ القرآن بصدق وكما هو، وكما أنزل على النبي محمد من الله. لأنه برأيي هو وعم بيكتب كان مستغرب هيدا القرآن اللي عم بقراه لقدامي، لو فعلا عم بيطبقوا المكتوب أو مقتنعين أو عم بيتماشوا مع المكتوب فعلا بدون تزوير بدون تشويه، كان أكيد ما صار لي هيك، وكان أكيد ما صار لرفائي هيك، وكانوا أكيد ما صار لأهلي هيك بغزة وبفلسطين. كانوا أكيد كل اللي بيقروا هيدا القرآن تحركوا. كرمال هيك كتب على وصيته: قروا القرآن. تعرفوا شو اللي كان بده يقوله عمر؟ انه اذا بتقروا القرآن وبتمشوا على هذا الكلام الالهي بتنقذوا رفقاتي اطفال اخرين بغزة. ورجع قال: ما تتركوا الاستغفار. يعني كأنه عم بيقول انتم ما عم تقروا قرآن صح، بس استغفروا. الاستغفار كرمال ربنا يسامحنا على تخاذلنا. عمر بيفهم أكثر من 80 أو 90% وزيدوا النسبة من رجال الدين بفتاويهم بتزويرهم، كيف بيفوتوا الدين بالسياسة حسب المآرب والمصالح الخاصة. طبعا عمر بيعرف الإسلام الحقيقي. ورسالتي ولو طولت فيها شوي: بكرة ممكن يكون آخر نهار رمضان، وممكن بعد بكرة بدي هيدا الدين اللي تركه عمر يصير 1000 عطاء من بعد رحيله. اللي قادر بكرة $4، وأنا أول حدا، مع أنه ما لازم أقول، بس لا، أنا بدي إياها تكون مشاركة جماعية. $4 ما مبلغ كبير بالنسبة لمعظمنا، يمكن ما نعتبره مبلغ كتير كبير. خلونا نتصدق فيه على روح عمر، ونحن عم نقدمه لحدا محتاج وحدا عايز. نقول هيدا دينك يا عمر، وبدال الدين نحن موجودين لنعطي 1000 عطاء. هيدي رسالتي. خلونا نختتم هيدا الشهر الفضيل بهيدا الرسالة الإنسانية. عمر اللي كتبته راسخ بقلبي وراسخ بقلب الناس اللي أكيد حيحضروا هالفيديو. ما بحياتنا حننساك يا عبقري يا مسلم. عبد الله بعلبكي، إلى اللقاء.